اتنين اصحاب من قبيلة اسمها قبيلة عذرة، والقبيلة دي قبيلة يهودية. ربنا عز وجل من عليهم بالاسلام وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم واسلموا. وبعد فترة واحد فيهم كان بيجاهد في سبيل الله واستشهد، وصاحبه التاني مات بعديه بسنة، بس مات موتة عادية خالص زي ما احنا بنقول كده، موتة فراش. سيدنا طلحة بن عبيد الله ينام ويشوف رؤية ان هما الاتنين واقفين على باب الجنة عايزين يدخلوا، فيطلع ملك من الجنة يدخل الصحابي اللي هو مات موتة عادية خالص الأول الجنة، وبعدها بشوية يدخل اللي مات شهيد. يعني كده تخيل معايا ان اللي مات موتة عادية دخل الجنة قبل اللي مات شهيد، واحنا عارفين كلنا منزلة الشهداء. سيدنا طلحة بن عبيد الله جاي يدخل الجنة، فالملك قال له لا انت مش دلوقتي، لان هو لسه ما ماتش يعني. المهم ان سيدنا طلحة تعجب جدا من الرؤية دي وحكى للصحابة، والصحابة برضه استغربوا، فراحوا حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا بتستعجبوا من ايه؟ مش عاش بعديه سنة؟ السنة دي فيها كام ركعة، وفيها كام تسبيحة، وفيها كام طاعة، فيها رمضان، فيها رمضان وفيها ليلة القدر. ده الفرق ما بينهم زي الفرق ما بين السماء والأرض. الحديث ده والكلام ده يخليك تدخل رمضان بنفسية مختلفة خالص السنة دي. أنا بالنسبة لي رمضان السنة دي مسألة حياة أو موت. خلاص.